أكد ناصر بوريطة وزير الخارجية أن محاولة برلمانيين أوروبيين الدخول إلى مدينة العيون بطريقة غير قانونية تشويش ولا حدث. محاولة ديال التشويش لاجيتاسيون، ولكن الأساسي فيها هو أن يمكن ثلاثة النقط. النقطة الأولى هي أن المغرب والأقاليم الجنوبية ديالو بحال باقي التراب المغربي هي منطقة مفتوحة. المغرب راه استقبل 17 مليون وزيادة ديال السياح والزيارات ومسؤولين وغيرها، يعني هذه مسألة اللي واضحة بأن المغرب وخاصة أقاليم الجنوبية منفتحة وكتعرف الزيارات وكتعرف اجتماعات، لقاءات، مؤتمرات وغيرها. ولكن وهذه النقطة الثانية، هادشي هذا كله عنده واحد النظام، عنده واحد القواعد. اللي كيجي سائح كيجي سائح، اللي كيجي في زيارة رسمية كيجي في زيارة رسمية، اللي كيجي الاجتماع كيجي الاجتماع، واللي كيجي عنده الفيزابي ديالو، عنده المخاطب ديالو. اللي جا من البرلمان كاين برلمان كينسق معاه، اللي جا لزيارة وزارية كاين قطاعات حكومية كينسق معاها، اللي جا للسياحة كيدير السياحة، كل واحد لاش كيجي. ولكن وهذه النقطة الثالثة، اللي ما احترمش القواعد راه القانون كيطبق عليه. بحال اللي اي واحد ما يمكنلوش يمشي لاي دولة أوروبية بلا ما يحترم القواعد ديال الدخول لها. انا كيظهر لي الا كان شي خلاصة اللي بانت من هذا الشيء، وهاد الناس تأكدوا من حاجة واحدة، بأن المغرب يمارس سيادته كاملة على أقاليمه الجنوبية بحال على باقي التراب المغربي، وبأن اللي كيحترم هذه السيادة مرحبا به، اللي كيحاول يشوش عليها راه شاف بأن القانون يطبق بحال اللي كيطبق في العالم كامل. ولكن هذا ما غاديش، هذه بحال داك اللي كيقولوا ضربة السيف في الماء، ما كتأثرش لأن المسار غادي. هاد أمس راه كانت زيارة يمكن لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في مدينة العيون، وكانت دائما زيارات رجال أعمال وغيرها. اللي بغى المعقول، راه المغرب هو المغرب البلد مفتوح منفتح. اللي بغى التشويش، راه المغرب كان عنده قانون وعنده مصادر للدخول ليه وللقيام بزيارات عمل أو بزيارات خاصة أو بزيارات سياحية. كل واحدة عندها القانون ديالها، ولكن السيادة المغربية تطبق والقانون المغربي يطبق ويطبق على الجميع. بوريطة وخلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء مع نظيره وزير خارجية الراس الأخضر بالرباط، قال أن المغرب بأقاليمه الجنوبية كما الحال لباقي ترابه منطقة مفتوحة للجميع. وزير الخارجية ذكر أن المغرب استقبل أزيد من 17 مليون سائح، وأقاليمه الجنوبية مفتوحة وتعرف زيارات ولقاءات ومؤتمرات، لكن وفق قواعد. واعتبر بوريطة أن زيارة برلمانيين أوروبيين يجب أن تكون وفق ضوابط وقواعد ومخاطبين، مؤكدا أنه من لم يحترم القواعد سيطبق عليه القانون، مثلما تفعل ذلك أوروبا لكل من يريد دخول أراضيها. وأكد بوريطة أن الأشخاص المعنيين بالمنع تأكدوا بأن المغرب يمارس سيادته كاملة على أقاليمه الجنوبية مثل باقي التراب الوطني، مشددا على أن من يحترم السيادة مرحبا به، ومن يحاول التشويش سيطبق عليه. وخاطب بوريطة كل من يحاول التشويش على المسار المغربي بالقول: اللي بغى المعقول راه المغرب هو المغرب، البلد مفتوح، واللي بغى التشويش راه المغرب عنده قانون ومساطر للدخول إليه.